السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات البودكاست بتاعنا. النهارده باذن الله هنتكلم عن تراك مميز، تراك من التراكس المشهوره جدا في السوفت وير انجينيرنج. هنتكلم عن الموبايل ديفلوبمنت وخصوصا الاندرويد ديفلوبمنت. معانا النهارده ضيف مميز، معانا النهارده محمود الشحات. فبص، ممكن تبدا انت تعرف الناس بالطريقه اللي انت تحبها. تمام. انا محمود الشحات، تالتة قسم حسابات، كلية هندسة جامعة المنصورة. بقالي دلوقتي اكتر من 3 سنين بذاكر اندرويد يعني، ومهتم بالمجال ده شوية. برضو بالنسبة لان انا لسه طالب، عملت شوية حاجات كده بسيطة يعني، اللي هو انا الهيد الحالي لسيركل اندرويد في كات ريلودد. ده تيم تطوعي في يعني من اكبر التيمات التطوعية الموجودة في كلية هندسة. وبرضو يعني لمدة 5 شهور كده كنت التيم ليدر بتاع الكوميونتي بتاع الاندرويد في تيم جوب في حاسبات GOC. برضو برضو خدت انترن فيرتشوال، تو انترنز فيرتشوال سباركس في الاول، وسباركس فاونديشن، وبرضو ذا تشانس دي كانت 8 شهور. لسه انا فيها حاليا بكملها. حلو. تمام. برضو حاليا الحمد لله بقى لي شهر شغال في شركه اليكسون في المنصوره يعني كاندرويد ديفلوبر. حلو جدا، ما شاء الله. احنا هنيجي لكل ده، هنيجي للستودنت اكتيفيتي والكلام ده، بس خلينا في البدايه نبدا معاك من التجربه بتاعتك انت اصلا ليه اخترت تراك الاندرويد في البدايه خالص؟ تمام. هو انا بصراحه اول ما دخلت حاسبات يعني قسم حاسبات، كنت انا بادئ بلغه جافا قبل ما اخش القسم، يعني ذاكرت جافا قبل ما اخش القسم. بس انا ما كانش لسه دماغي رايحه الحته. بس اول ما دخلت القسم بصراحه بدات اتشد شويه للموضوع الموبايل ديفلوبمنت. فانت كان عندك 3 تراكات، يا اما اندرويد نيتف، iOS نيتف، او كروس بلاتفورم. فبصراحه حسيت ان انا مشدود شويه ناحيه الاندرويد، مش عارف، كان عندي ليه فضول اكتر، ليه ما اعرفش. وكان ساعتها كمان يعني كان سنتها كان الترندنج كان فلاتر، كانت ظاهره بشكل كبير يعني. فليه كنت مشدود للاندرويد بالذات ما اعرفش. لكن بالنسبه ليه كنت مشدود بقى للموبايل ديفلوبمنت بشكل عام، كان بالنسبه لي حته ان انا مثلا بشوف الابلكيشنز اللي شغاله كده في الموبايل بتاعي، مثلا كانت مبهره بالنسبه لي. مثلا تويتر، سناب شات، الفيسبوك. في لوجيك عنيف جدا بتعامل مثلا الجروبز بتتنظم ازاي. برضو حاجه تانية، بحس ان في ابلكيشنز بتخدم بيربسز عظيمه، يعني مثلا بلاد دونيشن، الفتنس، التوصيل. مثلا حاجه زي السيستم بتاع الطلبات ده، شايفه حاجه جامده جدا. ان درايفر، الاوبر، الحاجات دي. فبصراحه حسيتها مبهره شويه بالنسبه لي الحاجات اللي بتتعمل كموبايل ابلكيشن. طبعا هي مش معتمده بس على الموبايل ديفلوبمنت وكده، لا هي معتمده على باك اند ويو اي يو اكس ديزايننج والكلام ده كله، لكن اللي بينزلها على ارض الواقع في الاخر بيبقى الموبايل ديفلوبر. بيحصل انتجريشن مع الباك اند، وفي لوجيك عنيف قوي بيبقى من الباك اند، لكن في الاخر اللي بيظهره هو الموبايل ديفلوبر، ايا كان بقى اندرويد نيتف او اي او اس نيتف او كروس بلاتفورم. فبس يعني من باب الفضول، ومن باب انت شفت انها بتقدم خدمه معينه للناس يعني. حلو جدا، بشكل كبير يعني. طيب بما انك ذكرت برضو ان كان في اكتر من اوبشن في البدايه، كان في فلاتر، كان في اندرويد او اي او اس. فخلينا نسال السؤال المشهور، المقارنه الخاصه بين فلاتر والاندرويد. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ تمام. هو بالنسبه للي انا مثلا يعني عاصرته او خبرتي المحدوده برضو في الموضوع ده، يعني انا ما اقدرش احكم على حاجه بالكبر ده. لكن من وجهه نظر انا، ومن وجهه نظر ناس كتيره قوي سالتها في الموضوع ده، لان يعني انا كنت في الاول يعني بعد ما اذاكر مثلا جزء كبير من الاندرويد كنت ارجع اقول طب انا ممكن اسويتش لفلاتر، طب انا مش عارف اعمل ايه. طب كنت بسال ناس، وبعد كده وجهه نظري في الموضوع ده يعني بدات اقتنع بيها اكتر. يعني هو في الاخر ده ابروتش وده ابروتش، ده بيعمل نفس الحاجه، وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه تانية، لكن في الاخر هو بيخدم بيربس واحد، ان انت بتطلع سوفت وير برودكت للعميل او لشركه او لايا كان. ممكن ده له مميزات معينه وده له مميزات معينه هنتكلم عليها، لكن هو في الاول وفي الاخر ده حاجه بتتعمل وده حاجه تانية بتتعمل، ولكن في الاخر بتخدم حاجه نفس الهدف، السايكل بتاعت الديفلوبمنت من الاخر بس. طب بمناسبه المميزات اللي انت قلتها، ايه مميزات فلاتر عن الاندرويد او العكس؟ ايه مميزات كل واحده؟
برضو من اللي شفته يعني فلاتر سريعه جدا في السايكل بتاع الديفلوبمنت بالنسبه شويه للاندرويد. يعني برضو حتى في رسم اليو اي وانك تظهر داتا، تفتش داتا من النت وتظهرها والكلام ده كله بيبقى اسرع شويه في فلاتر. دي نقطه. التاني نقطه وده حاجه معروفه يعني ان هو بيرن على اندرويد ديفايس واي او اس ديفايس والكلام ده كله. التيم بتاع فلاتر يعني بيحاول يكتسح السوق او ياخد نسبه كبيره من السوق، الكوميونتي بيكبر، كل الكلام ده. لكن بالنسبه للاندرويد دي المميزات بتاعت فلاتر. المميزات بتاعت اندرويد ان انت في الاول في الاخر البرفورمانس بيبقى عالي قوي بتاع الاندرويد، لان في الاخر انت بتعمل بالحاجه النيتف. الفلاتر بتحاول تقرب منك وبشكل كبير بدات تقرب منك بشكل اكبر، لكن في الاول في الاخر عشان تعمل حاجه مثلا فيها لوجيك متعلق بالتليفون، يعني بالموبايل اللي معاك، عاوز تشغل سيرفيس معينه، في فلاتر هتحتاج بلجنز والكلام ده. لكن في اندرويد انت بتكلم الموبايل بتاعك، يعني بتقول له انا عاوز اعمل كذا، عاوز افعل الجي بي اس او اللوكيشن او الكلام ده، عاوز افتح الكاميرا، عاوز اعمل مش عارف ايه. فبيبقى ده اسهل شويه او احسن بالنسبه للاندرويد نيتف او الاي او اس نيتف يعني. فحسب برضو البيزنس او الشركه عاوزه تعمل ايه. لو هي عاوزه مثلا تعرض داتا جايه من اي بي اي او الكلام ده، خلاص فلاتر وسرع عمليه الديفلوبمنت واطلع في السوق بسرعه، او نزل على جوجل بلاي او البلاي الستور على طول. بالظبط. لكن الاندرويد انت بتتعامل مع الاندرويد اس دي كيز، في لو عايز تتعامل مع الكاميرا مع الكلام ده، كل ده بيبقى افضل طبعا ان انت تتعامل مع الاندرويد اوبريتنج سيستم عن طريق الاندرويد ديفلوبمنت يعني. حلو جدا. يعني اصلا ما فيش حد بيكسب الثاني، الفكره كلها انت محتاج ايه. هي فكره بيزنس في الاخر يعني. هو البيزنس عاوز ايه، البيزنس يتطلب ايه. في شركات حاليا فيها التو ديبارتمنتس، الفلاتر واندرويد وبرضه اي او اس، عشان اكيد انت محتاج لو ابلكيشن هيطلع اندرويد اكيد هيطلع اي او اس. يعني طبيعي ممكن تلاقي الاثنين موجودين، ممكن تلاقي واحد بس فلاتر بس، ممكن تلاقي اندرويد واي او اس بس. الشركه اللي انا فيها ما فيهاش فلاتر كده يعني. فهو هي معتمده في الاول في الاخر هو البيزنس عاوز ايه، البيزنس هيخدمك ازاي، الناس اللي عندي شغاله ايه او بتعرف تشتغل ايه. فانا ان انا سويتش مثلا او امشي النيتف ديفلوبرز اللي عندي واجيب فلاتر مع فلاتر ديفلوبرز، ما ده برضه هياخد وقت ومجهود وفلوس والكلام ده. بالظبط. فانا لا، انا عندي ناس وهتقدم نفس اللي انا عاوزه، فخلاص ليه اسويتش، او والعكس صحيح يعني. ايوه حلو جدا. طيب انت في بدايه طريقك انت قلت انك بدات تتعلم الجافا في اعدادي هندسه تقريبا، قبل ما تخش القسم اصلا. في اجازه يعني وانا رايح القسم وانت داخل اولى. انت كنت بتتعلمها عشان الاندرويد ولا بتتعلم الجافا كلغه برمجه؟ لا يعني طبيعي ان انت داخل على قسم حسابات وكده، فلازم يبقى مثلا لغه برمجه يعني لغه برمجه. فبصراحه كنت بدات بجافا. تمام. كان في برضو متاح قدامي سي بلس بلس وقتها، بس انا ما بداتش سي بلس بلس، بدات جافا وبعد كده ذاكرت سي بلس بلس يعني. حلو جدا. طيب انت كنت بتتعلم مع نفسك، ما كانش في ستادي جروب او حاجه معينه؟ انا قعدت اول سنتين بذاكر مع نفسي، وبرضه لما دخلت انشطه تطوعيه برضه كنت بذاكر مع نفسي. يعني انا ما كنتش حاكم نفسي بنشاط تطوعي بتاسك معين او بتاسك او بناس. وبصراحه دي حاجه فرقت معايا جدا، ان انا مش معتمد على حاجه معينه، او ان انا حد يقول لي ذاكر او كده. حتى انا برضه لما يعني رشحت ليدر او كده في السيركل بتاعت الاندرويد، اول حاجه قلتها لهم ان انت ما تستناش حد ان يقول لك ذاكر او كده. ايوه. فمحدش هيدور على مصلحتك غير نفسك يعني. حلو جدا. هو ده الصح عموما يعني. بالظبط. طيب انت في بدايه طريقك لما كنت تتعلم مع نفسك، اكيد قابلتك صعوبات في التعلم او كده، ايه اللي كان بيقابلك وازاي قدرت انك تتغلب عليه مثلا؟ بص، اكتر حاجه قابلتني كانت مشكله بالنسبه لي، ان انا بتشتت. تمام. فبتشتت مش بمعنى ان اللي هو مثلا بتشتت وانا بذاكر، لا، هو بتشتت في المصادر، وبتشتت انا هذاكر ايه حاليا. يعني ممكن ابدا 3-4 حاجات. يعني ممكن ابدا اشوف كورس معين، وبعدين اشوف كورس تاني في حاجه تانية، واقرا كتاب في حاجه مش عارف ثالثه، وكل الكلام ده.
فده اثر معايا شويه لفتره، يعني ممكن اظن اول سنتين كانت فيهم المشكله دي. بعد كده الموضوع حاولت احسنه. وصلت لفكره ان هو طب وليه ان انا مثلا احط نفسي في كل الحاجات دي؟ لا، انا اركز في حاجه واحده واخلصها للاخر، وبعد كده اخش على اللي بعده واخلصه للاخر. يعني بقيت ماشي بشكل متوالي، مش متوازي مش كله بارلل مع بعض. لان ده بيعمل مشكله كبيره جدا. وفي الاخر يعني بعد ما تخلص الحاجات اللي انت كنت حاططها لنفسك ان انت تذاكرها ديت وبتذاكرهم بشكل متوازي، في الحقيقه انت ما استفدتش حاجه. يعني اللي بيستفاد اللي هو ركز على حاجه واحده بس، جابها من اولها لاخرها، ده اللي بيستفاد وده اللي بيطلع بمعلومه مفيده في الاخر. صح، يعني صح جدا. طيب طريقه المذاكره نفسها، انت بتفضل طريقه الكتب ولا الدوكس الدوكيومنتيشنز ولا الفيديوز توتوريالز ولا كورسات، ولا ايه احسن طريقه انك تذاكر بيها؟ تمام، حلو. سؤال حلو برضو. هو انا بصراحه ما جربتش خالص ان انا اقرا الدوكيومنتيشنز. تمام. اكتر حاجه بحبها الكتب حاليا. يعني تمام. واول سنتين كنت بذاكر من كورسات بس. ثالث سنه اللي احنا فيها ديت او دي اظن يعني رابع سنه، ان انا بدات اذاكر منين؟ من كتب ومقالات. مقالات طبعا ميديوم والكلام ده، وكتب في حاليا مثلا. يعني كنت بدات من فتره في ذا تشانس اللي هو الانترنال فيرتشوال دي. يعني كنت بدات اقرا كلين كود. كنت خلصت نص كتاب الجوريكنج وناوي اكمل النص الثاني وهكذا. يعني برضو المقالات بحاول اقرا مقالات كتير. حلو. بس في الاول اظن بشكل افضل يعني ان انت تذاكر من كورسات، طالما الكورس فيه يعني بيكفر حاجات كتيره، وطالما فيه يعني حلول تاسكات بتسلمها والكلام ده كله. لكن انت كسوفت وير انجينير لا غنى ان انت تقرا كتاب. بالظبط. يعني انت بتحاول من كل الجوانب برضه انك تغطي التوبيك ده. ايوه. يعني انا شايف ان دي ميزه. وعموما الكتاب مش بيديلك المعلومه منقوصه. يعني الكورس هيديك المعلومه منقوصه، لكن الكتاب الشخص اللي كاتبه ده هو بصراحه يعني ممكن يكون من احسن الناس اللي درايه بالموضوع، فهو بيفيدك. انت بتاخد خبرته في ورق، في كذا ورقه. يعني بتقرا الكتاب بتطلع بالخبره اللي هو عملها. تمام. لكن الكتب فيها مشكله واحده بس، ان في السوفت وير انجينيرنج بشكل عام الكتب فيها بتبقى اوت اوف ديت بشكل سريع قوي. الكتاب ممكن مثلا ياخد 5 شهور تلاقي اوت اوف ديت، او عشان كل يوم بينزل حاجه جديده، كتابات وحاجات كتيره. ويعني لما حاولت ان انا اقرا كتاب في الاندرويد ديفلوبمنت بصراحه الكتب كلها اوت اوف ديت، وفي حاجات يعني مش افضل حاجه. لا، ممكن تذاكرها من كورس افضل، مش عارف ايه. فلا يعني ممكن الكتب تبقى حاجه لها علاقه ريليتد اكتر بالسوفت وير بشكل عام، مش بتكنولوجي. تمام. لكن تكنولوجي ممكن يبقى افضل ان انت تذاكر من مقالات او دوكيومنتيشن زي ما انت قلت، او ان انت تشوف كورسات وكتاب لو هو اوت اوف ديت. يعني قصدي اب تو ديت بالظبط. اللي هو حاجه لسه نازله. بس حلو. حاجه بتتكلم في الاركتكتشر بقى، اللي هو حاجه ما ينفعش اصلا تبقى اوت اوف ديت. يعني حاجه في البيزكس يعني نفسها بتاعت التكنولوجيا. الاركتكتشر. يعني مثلا الاركتكتشر ده لو في اركتكتشر جديده طالعه مثلا والناس كلها ماشيه بيها، ده حاجه ممكن هتستمر بتاع 5 سنين. يعني الله اعلم بالمده، بس ده حاجه بتستمر. الاركتكتشر دي حاجه مش بتتغير بين يوم وليله يعني. مظبوط. طيب احنا خلينا نسيب التكنيكال شويه. تمام. نروح بقى للانشطه الطلابيه، ستودنت اكتيفيتي. انت مريت باكتر من تجربه. انت قلت كات ريلودد، هيد، قلت جي او سي، قلت اكتر من حاجه. تمام. فخلينا نمر عليهم كده من البدايه، من الاول. تجربتك في كل ستودنت اكتيفيتي وازاي ان هي فادتك، وازاي برضو لو في سلبيات ايه اللي اثر عليك، الحاجات دي كلها. تجربه كامله كده يعني. تمام. خلينا الاول نبدا بجي او سي بتاع حاسبات. تمام. وهتكلم بعد كده عن كات ريلودد. تمام. بالنسبه للجي او سي كان جالي يعني ان حد رشحني ان انا امسك ليدر في الكوميونتي بتاع الاندرويد. العدد السيركل مش كبير، ولكن برضو استفدت من التجربه. يعني ان انا في الاول وفي الاخر كنت في ضغط بقى ان انا دلوقتي ماسك حاجتين، ان انت ازاي تمانج الكلام ده، ازاي تختار ناس كويسه تساعدك. تمام. لان انا في جي او سي ما كنتش حاضر بشكل كبير يعني. لكن في ناس
يعني ناس كفء قوي، انا كنت مختارهم ان هم يقدروا يساعدوا. وانا بصراحه يعني كان حد قال لي، وانا هو بيرشحني ان هو ممكن مثلا العدد يبقى ما يبقاش كتير وبتاع. فانا افتكر كلمه قلتها له كده، قلت له حتى لو حتى لو واحد احنا هنبقى معاه يعني، فاهم قصدي؟ واحد عاوز يتعلم المجال، ما هتطنشه هتسيبه كده يعني. بالنسبه لكات ريلودد كنت الاول طبعا كنت ممبر تمام. بعد كده اترشحت ان انا امسك هيد في السيركل. حلو. بصراحه من احسن الحاجات اللي انا مريت بيها الحوار بتاع او التجربه يعني. التجربه بتاعت كات ريلودد. مش عشان التيم مشهور في كليه هندسه والكلام ده، لا. بصراحه في تعامل مع ناس كبيره جوه، وفي تنظيم كويس بيحصل. اكتر حاجه فادتني ان انا بدات اتعامل مع ناس عندها خبره اكتر مني. ده فادني بشكل كبير. برضو حاليا شغالين على الاندرويد ابلكيشن بتاع الكات. عاوز اقول لك ان انا استفدت خبره يعني ما كنتش هستفادها في اي حته تانية، لان انا برضو زي ما قلت لك ان انا شغال مع ناس بتسبورت معايا ازاي بقى بتتعامل مع باك اند، ازاي بتتعامل مع يو اي يو اكس ديزاينر، او بتتعامل مع اي او اس ديفلوبر. بتخش ميتات، هو انا بعمل كذا، انت المفروض تعمل زي مش عارف ايه الباك اند، طب اعمل لنا الكلام ده. وهو ده اللي بيحصل في الشركه يعني. اللي احنا كنا بنعمله ده اللي بصراحه لما اشتغلت بقى بشكل فعلي، لا البيئه اللي انا اشتغلت فيها قبل كده في النشاط التطوعي ده ما تختلفش كتير عن اللي انا بعمله دلوقتي. ان انا برضو ان انا بتعامل مع باك اند، ان انا بتعامل مع يو اي اكس اي او اس، مش عارف يو اي يو اكس، الكلام ده كله. فتبدا بقى تتعرف على حاجات كده مش هتتقلك وانت بتذاكر لوحدك، زي مثلا فيجما، بوست مان، الكلام ده كله. الحاجات دي بتبدا تتعلم من او جيرا، الاجايل، موضوع الاجايل ده بيمشي ازاي، ايه هو اصلا الاجايل، ان انت ازاي المشروع بيتبنى من اوله لاخره في مرحله تيستنج والكلام ده كله. طبعا احنا كنا بنعمل الحاجات دي على سكيل صغير يعني، بس بصراحه كان معانا باشمهندس احمد شحاته، كان شخصيه محترمه جدا، هو اللي ساعدنا في الكلام ده كله، وبرضه يعني اختصر علينا حاجات كتيره. فيعني اللي انا بحكيه من كل الكلام ده ان في الاخر حاول بشتى الطرق ان انت وده شيء حلو عاملينه السنه دي، ان هو في كذا مشروع في التيم بتاع الكات ريلودد. فالناس كتير شاركت في كذا مشروع، ده بيفيدهم يعني تكنيكال ونون تكنيكال زي ما انا قلت. اكتر حاجه بقى اكتر نصيحه يعني حابب اقولها، حاول بشتى الطرق تشتغل مع ناس اكتر خبره منك، حاول تستفاد منهم، ما تتكسفش انك تسال، دور على المعلومه يعني، ما تستناش ان حد يديلك المعلومه بنفسه. يعني كان في حاجات كده باجي اسال مثلا الناس اللي معايا، انت لو مكاني هتعملها ازاي؟ تمام. انا ما بحبش اعمل حاجه وخلاص، لا انا عاوز افضل طريقه او افضل شكل ليها يطلع. فانا اسال الاعلى مني، اللي في نفس مستوايا، اللي اقل مني شويه، انا عاوز اخد كل الخبرات. وعلى فكره في ساعات كتيره اللي بيبقى مثلا لسه بادئ المجال او كده بيبقى شايف حاجه انت مش شايفها، فده اللي بيوفره لك النشاط الطلابي، ان انت بتتعامل مع ناس كتيره بخبرات كتيره، وبيبقى في تنظيم. و طبعا لو في التيم في ناس اكبر منك بتسبورت معاك والكلام ده كله، بتستفاد زي ما انا قلت. فبس يعني حلو قوي. طب خلينا نروح للناحيه النون تكنيكال. انت اتكلمت عن الناحيه التكنيكال، طبعا الناحيه التكنيكال كويسه جدا انها بتتطور، بتشوف الناس اللي حواليك بتتعلم منهم. الناحيه النون تكنيكال ايه رايك، ايه التجربه بتاعتك انت؟ بالنسبه للجزء النون تكنيكال كنت شاركت طبعا ان انا في الكات هالو وورلد بتاع كات ريلودد الفيرجن 7. فالمفروض ان انت بتتكلم 45 دقيقه كده عن السيركل بتاعتك، اللي بتقدمه جوه الناس تقدم عندك ليه، كل الكلام ده. فبصراحه ما كنتش يعني، كان اول مره اتكلم قدام الناس. في البروفا كنت بصراحه يعني مقدم اداء زي الزفت بصراحه، لكن في المكان الحقيقي بقى بصراحه انا نفسي انبهرت بنفسي ان انا قدرت ان انا اتكلم ال 45 دقيقه دول، لان انا كنت بهزر، كنت بقول يعني بحاول اطلع من ازمه لو انا نسيت حاجه، لو انا مش عارف ايه. طبعا كنت عامل برزنتيشن كويسه، كل الكلام ده. وفي الاخر يعني جالي فيدباك كويس ان الناس اتبسطت. وكمان ما كنتش
في الجزء ده، يعني في ال 45 دقيقه اللي انا اتكلمت فيهم دول، ما كانش فيهم يعني كنت بتكلم عن موبايل ديفلوبنج بشكل عام، ما اتكلمش عن اندرويد. يعني كان اول ربع ساعه كنت بتكلم عن الموبايل ديفلوبنج بشكل عام، ليه هو اصلا مهم، تخشوا ليه والكلام ده. وبدات اتكلم بقى على الفيلد بتاع اللي هو الاندرويد ديفلوبنج يعني. حلو. انا حضرت السيشن يا جماعه، وبالمناسبه يعني كانت سيشن جامده، انا استمتعت بيها جدا. طيب خلينا نطلع من حته الستودنت اكتيفيتيز ونروح على المسابقات التكنيكال. انت شاركت في حاجه زي كده؟ كان ليك تجربه؟ كنت شاركت في مسابقه ناسا سبيس ابس 2022، كانت في الاي سي تمام في القاهره. فبصراحه كانت تجربه حلوه جدا، وكانت قعدنا بتاع 48 ساعه. 48 ساعه المفروض ان انت بتعمل فكره ريليتد شويه بالسبيس وكده، وبتقدم سولوشن تمام. ففضلنا 48 ساعه بنشتغل على طبعا كان النوم قليل جدا، مش عارف ايه الكلام ده. فكانت تجربه لطيفه جدا يعني. ايه اللي استفدته من التجربه دي؟ ان هو يعني المفروض ان انت تقدم سوليوشن كويس تكنيكالي، وبرضه تقدم برزنتيشن كويس، تعرف تعبر عن الفكره بتاعتك. يعني جزء كبير من الناس اللي طلعت كانت مرشحه انها افضل برزنتيشن وكده، ما كانش البروجكت بتاعهم تكنيكالي ما كانش اقوى حاجه يعني. بس هو بيعرف يعبر عن فكرته، طلع ببروتوتايب كويس، فبيعرف يتكلم عن الفكره بتاعته ازاي بيحلها، كل الكلام ده. فطبعا البرزنتيشن سكيلز بتفرق كتير قوي، البابليك سبيكينج، انك تقنع اللي قدامك بالفكره بتاعتك، ده شيء مهم جدا يعني. اكيد. طيب خلينا نروح للجزء بقى اللي الناس كلها مستنياه اصلا، جزء الرود ماب التكنيكال بقى. انا لسه دلوقتي خلاص سمعت الحلقه ومهتم ان انا ابدا اندرويد وكده، ابدا ازاي ومنين والكلام ده كله؟ تمام. هو بصراحه انا بدايتي مع الاندرويد يعني كانت جافا واندرويد بالجافا، وبعد كده نقلت الكوتلين. هو ده الترتيب يعني، نقلت الكوتلين والاندرويد بكوتلين. بعد كده بقى بتبدا تشوف المواضيع او التوبكس المشهوره جدا في الاندرويد، ريتروفيت، الكوتلين كوريتينز، مش عارف الهيلث، كل الكلام ده. طبعا بتبدا تدور بقى على الاركتكشر شويه، ام في في ام، ام في اي، كل الكلام ده. فالترتيب اللي هو المفروض انت تبدا جافا، بعدين اندرويد بالجافا اللي هو البيزكس يعني. بعد كده بتخش كوتلين دي لغه برمجه زي جافا، مش ملهاش علاقه بالاندرويد يعني، لكن هي بتقدر تبرمج بيها اندرويد ابلكيشنز تمام. حاليا برضو بتلعب في حاجه اسمها كيتور باك اند سايد، بتعمل الكلام ده برضو بكوتلين. لكن حاليا بعد كده، بعد ما بتخش في كوتلين بقى بتخش بعدها على الايه، على الاندرويد بكوتلين. زي ما قلت برضو بتبدا بعد المرحله دي ان انت تدور على اللايبرز المشهوره زي او التوبكس المشهوره في الاندرويد، الكوروتينز والهيلث والريتروفيت والكلام، والانترسبتورز، مش عارف تعمل اركتكشر ام في في ام، ام في اي، كلين اركتكشر، كل الكلام ده. طب يعني بص، انا دلوقتي واحد على الابيض خالص لسه بادئ. انت قلت كونسبتس كتير قوي، انا حاسس انها يعني صعبه بالنسبه لي، او انا لسه مش عارف برضو الاساس فين او كده. فاللي هو لو تعرف ترتبهم لنا 1 2 3 مثلا كده، انت خلصت مثلا البيجنر كده تخش على الانترميديت، بعد كده الادفانس. تمام حلو. جافا والاندرويد بالجافا، ده كده المرحله اللي هي بتاعت البيزكس تمام. بعد كده بتخش كوتلين، فانت بتبدا تطلع بقى لايه، مرحله الانترميديت يعني كوتلين. بعد كده بتخش اندرويد بكوتلين. كده انت عديت مرحله الانترميديت، بتبدا تخش بقى على مرحله الادفانسد، ان انت بتبدا تشوف التوبكس اللي انا لسه متكلم عنها دي، اللي هي مثلا في حاجه اسمها ديبندنسي انجكشن، بتتعمل بهيلث. طب ايه هيلث ديت؟ في حاجه اسمها اسynchronous بروجرامينج، ثريدز والكلام ده بيتعمل بكوتلين كوريتينز. لو انا عايز افتش داتا من النت او جيسون اوبجكت او كل الكلام ده، اتعامل مع اي بي اي يعني. فمحتاج ان انا اشوف حاجه اسمها ريتروفيت. طبعا كان في لايبراري في الاول اسمها فولي، ان انت بتبارس الجيسون مانوال. طبعا ريتروفيت ريحتك من الكلام ده. برضو بتبدا تشوف زي ما قلت برضو الحته بتاعت الاركتكشر، لان انت بتشتغل مع تيم في اغلب الاحيان يعني. فهو لو انتم متفقين ان انتوا تشتغلوا باركتكشر معينه،
نقول مثلا كمثال MVVM، فانت محتاج ان انت تبقى عارف MVVM عشان هو مثلا شغال في اكتيفيتي او فراجمنت بشكل معين، ما تروحش انت تشتغل في سكرين تانية او في فراجمنت تانية بشكل تاني يعني، او بطريقه تانية، وتقسم باكجات بشكل مختلف وحاطط الكود في كل حته. ده مضر بالنسبه للشخص اللي جاي يقرا الكود بعدك او جاي يتعامل مع الكود بعدك، لان الكود البروجرامينج عموما بيبقى فيه او البروجكت عموما بيبقى فيه تعديلات كبيره جدا ومستمره يعني. فطبيعي ان انت الناس الابلكيشن كله او البروجكت كله ماشي على وتيره واحده، كل البروجكت ماشي بنفس الستايل، بحيث ان انت التعديلات بعد كده تبقى اسهل لو حد دخل على الكود بتاعك يعرف يغير فيه وكل الكلام ده يعني. فمحتاج تعرف بقى حوار اللي هو بتاع الاركتكتشر وكده. حلو. اسمها اركتكتشر باترنز، MVVM، MVI، MVS، MVB، كل الكلام ده. تمام. اشهر حاجه دلوقتي MVI و MVVM. بعد كده بتخش بقى على كونسبت اللي هو الكلين اركتكتشر. هو ده مش ريليتد بالاندرويد، لا ده ريليتد بالسوفت وير انجينيرنج بشكل عام. كلين اركتكتشر ازاي تقسم البروجكت بتاعك، ازاي تقسمه الموديولز، كل موديول بيبقى معتمد بيديبند على الحاجه اللي فوقه وكل الكلام ده. لاير بتكلم لاير وكل الكلام ده. فمحتاج ان انت تعرف برضو الكونسبت ده حاجه يعني هتفضل مستمره معاك شويه، مش لازم يعني مش ضروري ان انت تعرفها في الاول، ممكن تتاخر فيها شويه الكلين اركتكتشر يعني. لكن ان انت مثلا تذاكرها من مقال على النت، تقراها على مقال على النت، انت كده ما تعرفش كلين ذاكرتهاش صح يعني. لا ما تعرفش كلين اركتكتشر ده يعني. لها كتاب طبعا بتاع انكل بوب والكلام ده، فهو ده بيبقى العلم الاساسي يعني، الراجل اللي بيتكلم عن الاركتكتشر دي. فبس يعني انت لازم تذاكرها كويس. وطبعا بيظهر قدامك بقى في البروجكت الحقيقيه، بيظهر حاجات لازم تذاكرها يعني، مثلا مش عارف لايبراري هتعمل لك حاجه معينه، كل الكلام ده. طيب تمام، حلو جدا. دلوقتي بقى خلاص انا ماشي على الرود ماب دي، اعرف منين بعد كل ليفل ان انا خلصت خلاص الليفل ده وقادر ان انا انتقل على الليفل اللي بعده؟ تمام. هو بيبقى كل مرحله بتبقى عباره عن فلو كده من الكورسات. بعد ما بتذاكروا طبعا جافا بتبدا تشوف بقى الكورسات اللي هي البيزكس بتاعه الاندرويد والجافا. بعدها المفروض ان انت تبقى قادر ان انت تعمل ابلكيشن بيغطي، بتعرف تمبلمنته طبعا بجافا، بيغطي الاندرويد كومبوننتس، البرودكاست ريسيفر، السيرفيسز، الكونتنت بروفايدر، الاكتيفيتي، كل الكلام ده. ايه الفرق بين الاكتيفيتي والفراجمنت، الكلام ده. فلازم في المرحله دي تبقى عارف تعمل الكلام ده. بعد كده بتخش على طبعا بتبقى عارف برضو تتعامل مع ريسايكلر فيو الكلام ده. بتخش بقى بعد كده على كوتلين، دي لغه برمجه عادي بتخلصها. بعد كده بتخش على التوبكس بالكوتلين، الاندرويد وسكوتلين. تمام. بعد كده بقى بتخش ان انت تعمل ابلكيشن يبقى برضه بيغطي الكلام ده، بتقدر تتعامل مع كوتلين. بتقدر تعمل حاجات معينه بكوتلين، تبني ابلكيشن لحد ما او متوسط مثلا بتعرف تعمل فيه ريتروفيت الكلام ده وسكوتلين بس يعني. فهو بعد كل مرحله بيبقى فيه شويه كورسات وكونتنت كده بتذاكره، لازم بعديه ان انت تطلع ابلكيشن او تبقى قادر ان انت تشتغل على ابلكيشن بيغطي الحته دي او بيغطي الكورسات دي. حلو. طب الليفل البيجنر في جافا، وبعد كده الليفل اللي فوقه في الكوتلين، صح؟ ايه الفرق اصلا بين الجافا والكوتلين؟ هو دي لغه برمجه ودي لغه برمجه. ممكن مثلا بتسال ان هو ليه بتعلم ده وده؟ تمام. حلو. هو في البدايه ان انت لازم اول يعني بيبقى افضل ان انت تبدا بجافا. تمام. لان مش في كل الاحيان لما تشتغل في شركه مثلا مش كل الاحيان هتبدا الابلكيشن فروم سكراتش فهتبنيه كوتلين. تمام. لا، ممكن تلاقي ابلكيشن اصلا موجود ومعمول في الاول بجافا، لان جافا كان بقى لها فتره كبيره كده جدا بتسبورت الاندرويد ديفلوبمنت يعني. وكانوا كل الاندرويد ديفلوبرز بيستخدموها كل الكلام ده. فهتلاقي ابلكيشنز معموله بجافا، فانت مكلف ان انت لو العميل مثلا او الكلاينت طلب تعديل فيها بتخش تعدل، لو في حاجه فيتشر جديده هتضاف. فانت طبعا يعني انت عاوز تضيف فيتشر في الابلكيشن مش هتروح تحوله لكل كوتلين عشان تضيف فيتشر، لا ما انت هتعملها بجافا عادي، ايه المشكله؟ تمام. فدي النقطه الثانيه ان يعتبر يعني معظم الحلول اللي موجوده على ستاك اوفر فلو وعلى
في المقالات وكل الكلام ده هتلاقيها موجوده بالجافا. بالجافا لان كانت موجوده في الاول. تمام. برضو معظم الاوبن سورس اللي موجود في الاندرويد ابلكيشنز موجوده بجافا، فانت محتاج ان انت لما تخش على الكود تبقى فاهم هو الكود بيعمل ايه، فلما تبقى فاهمه بجافا تقدر تحوله بكوتلين عادي جدا بدون اي صعوبه يعني. حلو جدا. فالافضل ان انت تبدا جافا يعني. طب ماشي. انت كنت ذكرت برضه حته البيزكس وكده، فهل انا مطالب ان انا اعرف بيزكس معينه قبل ما ابدا اصلا في الرود ماب دي، او قبل ما ابدا اخش اندرويد والحوار بقى بتاع البروبلم سولفنج والكلام ده كله؟ انت ايه رايك في الكلام ده؟ تمام. هو بالنسبه لقبل ما ابدا تكنولوجي اللي هو مثلا اندرويد ديفلوبمنت او اي حاجه في الموبايل ديفلوبمنت، عموما انا بصراحه شايف ان انت البيزكس دي حاجه هتكمل معاك، مش لازم تخلص البيزكس كلها قبل ما تخش تكنولوجي من وجهه نظري يعني، لكن في نسبه كبيره قوي لازم تكون يعني شايف عليها، باصص عليها او مغطيها بالظبط وانت داخل في المجال. تمام. مثلا محتاج تبقى عارف مثلا لغه برمجه، ده طبيعي، مثلا سي بلس بلس، جافا، حاجه كده كلاسيك عشان بتغطي حاجات كتيره. وبي طبعا الجوريزم وداتا ستراكشر. يعني طبعا الجافا بتسبورت الاو بي اصلا. يعني اوبشن كويس اقصد كتبدا بالظبط. اوبشن جامد فعلا، لان هي من افضل الحاجات اللي ساعدتني ان انا افهم او بي كويس ان انا بدات جافا يعني. بصراحه لو كنت بدات كوتلين او اي لغه تانية بعيد شويه يعني، كوتلين يعني ما كنتش هبقى فاهم بشكل كبير قوي الاو بي كونسبت. تمام. فهي موجوده كويس في الجافا، بتقدر تشوف فعلا ايه الفروقات اللي بتحصل، او تطبق البرنسبلز بتاعت الاو بي كويس بتطبقها في جافا يعني. وبالتالي لو فهمتها في جافا بتقدر تطبقها في اي لغه ثانيه. تمام. حتى لو السنتكس اختلف يعني. فاهم. طيب احنا يعني حلقتنا خلصت الاسئله بتاعتنا. في نهايه الحلقه انا بحب ان الضيف بتاعنا كده اوجه نصيحه للناس اللي بتسمعنا دلوقتي، نصيحه بقى بشكل عام كده خاصه اي حاجه. شوف انت ايه اللي انت حابب تنصحه للناس، سواء تكنيكال نون تكنيكال الكلام ده كله. تمام. خلينا نقول نصيحه تكنيكال ونصيحه نون تكنيكال يعني. النصيحه التكنيكال اللي هو اللي حاول دايما في المجال ما تقفش عند حته معينه، حاول دايما هيبقى في حاجه ان انت تحسنها، دايما هيبقى في توبك انت مش قادر تفهمه كويس فمحتاج ان انت تفوكس عليه. يعني لو حد سالني مثلا هل انت في وقت من الاوقات هتقف عند مذاكره مثلا اندرويد ديفلوبمنت بس وهتفضل على طول كده، لا ده حاجه مش منطقيه. ممكن في وقت من الاوقات اخش اذاكر فلاتر، اخش اذاكر اي او اس، ايه المشكله يعني؟ ف ما توقفش عند حته معينه، دايما ما تدخلش نفسك في الصراعات. انا كنت كده الاول، بس الافضل ان انت فعلا ما تخشش في الصراعات بتاعه التكنولوجيز. في الاخر ده موجود وده موجود، اللي يريحك، اللي انت مبسوط فيه، اللي انت حاسس ان انت بتنتج فيه اكتر او مرتاح له اكتر، دوس فيه يعني. وبرضو خلي الاوبشنز كلها متاحه بالنسبه لك، ذاكر كله. بس يعني ده بالنسبه للتكنيكال. بالنسبه للنون تكنيكال، حاسس ان افضل حاجه يعني ممكن اقولها ان انت حاول تشارك في تيمات تطوعيه، وده بتهيألي نصيحه يعني المعظم بيقولها يعني، وده فعلا اثر معايا. ما كنتش حاسس بقيمه الموضوع ده قوي غير لما دخلت فعلا. استفدت حاجات كتيره جدا تكنيكال ونون تكنيكال، عشان بتتعامل مثلا في المكان ده مع ناس اكبر منك، بتبدا تعمل بروجكت حتى لو مش بروجكت بسكيل عالي، لا بس بتبدا تتعامل مع واحد بمستوى معين، واحد بمستوى تاني، مش عارف ايه. ممكن يبقى ليك فرصه ان انت تمانج حاجه معينه جوه التيم، فدي بيتيح لك ان انت تتحط في بوزيشن ممكن غريب عليك شويه، فبتبدا تتعود عليه وهكذا، بتبدا تستفاد منه خبرات. فشايف ان الموضوع بتاع الانشطه التطوعيه ده كويس يعني. في الاول وفي الاخر برضه لما تخش نشاط تطوعي ما تستناش ان حد يقول لك ذاكر، لا بالعكس يعني. ده حاجه جانبيه، حاجه بتفيدك، هتطلع بالاستفاده اللي فيها، وما توقفش مذاكرتك على ان حد يقول لك في الاول وفي الاخر ذاكر يعني، لا دي حاجه بتاعتك انت. حلو جدا. طيب انا مبسوط بصراحه بالحلقه، حاسس ان انا استمتعت بالحلقه، كانت مفيده بالنسبه لي بجد. شكرا جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا يا جماعه على وقتكم. الحلقه بتاعتنا خلصت، وباذن الله نتقابل في الحلقات الجايه. سلام.